في خطوة لافتة تكشف عن مستوى الجاهزية القتالية التي وصل إليها الجيش المصري، نفذ الجيش الثالث الميداني مناورة بدر 2026 بالذخيرة الحية، شهدها وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر، ورئيس الأركان الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، في مشهد أمني استثنائي بهذا الحجم والثقل. المناورة لم تكن تدريبا اعتياديا، بل تضمنت هجوما تكتيكيا متكاملا بمعاونة القوات الجوية التي نفذت طلعات استطلاع وتأمين ودعم تحت مظلة منظومة دفاع جوي محكمة ونيران مدفعية تسكت دفاعات الخصم وتعرقل تقدم احتياطاته. وقد جاءت الرسالة التي أطلقها قائد الجيش الثالث اللواء أحمد مهدي سرحان واضحة: لا تقبل التأويل، رجاله مستعدون لتنفيذ كل مهمة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. هذا الحشد العسكري القتالي قابله موجة غضب وقلق في إسرائيل، وهو قلق يكشف قبل أي شيء آخر عن حجم الثقل الاستراتيجي الذي باتت تمثله القوة المصرية في المعادلة الإقليمية. ما لا يقال بصوت عال في الكواليس هو أن المناورة المصرية لا تخيف إسرائيل فقط بالذخيرة الحية، بل بشيء أكثر تطورا وأشد تأثيرا: منظومات الحرب الإلكترونية. فأنظمة الرادار والتشويش المصرية قادرة على بث موجات راديوية عالية الطاقة تخنق إشارات الهواتف وشبكات الجيل الرابع والخامس، وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية داخل الأراضي الإسرائيلية. وقد أفاد سكان في مجتمعات النقب وعربة وفقا لموقع نتسيف نت العبري بانقطاعات متكررة في استقبال شبكات الهاتف المحمول، وتشويش في أنظمة تحديد المواقع خلال التمارين المصرية. والأمر لا يتعلق بالتضاريس الجبلية فحسب، إذ إن الإشارات المرسلة قادرة على الوصول لعشرات الكيلومترات داخل إسرائيل دون أي عائق مادي. مصر لا تحتاج إلى إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل لتشعرها بالضغط، وهذا بالضبط ما يقلق تل أبيب أكثر من أي شيء آخر. ردود الفعل الإسرائيلية جاءت صاخبة وكاشفة في آن واحد، فعضو الكنيست عمية هاليفية من حزب الليكود خرج متحدثا عن تدريبات على بعد 100 متر فقط من البلدات المتاخمة للحدود، زاعما أن مصر تنتهك اتفاقية السلام بشكل ممنهج. إسرائيل كل شوية بتحاول تجد ذريعة لخلق توتر مع مصر. لكن الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج قرأ المشهد بعيون مختلفة تماما، إذ وصف المزاعم الإسرائيلية بأنها دعاية انتخابية ومحاولة لتجيش الداخل الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، مؤكدا أن مصر تمسكت بالسلام خيارا استراتيجيا على مدار 5 عقود كاملة دون أن تخترق معاهدة السلام مرة واحدة. وفسر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة المناورة بأنها جزء من عقيدة الردع الدفاعي، مؤكدا أن مصر تبني قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة. توجد العديد من الملفات الخلافية بين القاهرة وتل أبيب التي لا يمكن إخفاؤها عن الأنظار، فمصر تحمل إسرائيل مسؤولية تعطيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وترفض رفضا قاطعا أي مشروع لتهجير الفلسطينيين، وتصر على إنهاء الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وتتمسك بفتح معبر رفح بعيدا عن أي سيطرة إسرائيلية، فضلا عن موقفها الثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذه الملفات المتراكمة تجعل كل مناورة مصرية تحمل رسائل تتجاوز حدودها التدريبية الرسمية. إسرائيل تجد نفسها اليوم أمام مصر أكثر ثقة في قوتها، أكثر جرأة في رسائلها، وأقل تسامحا مع الانتهاكات المتكررة